شايفين شكل الفراخ القمر ده؟ شايفين الشكل ده؟ بصوا التتبيله دي اوعدكم ان انتوا مش هتعملوا غيرها وهتعتمدوها في كل اكلكم، في كل فراخ تعملوها تعملوا التتبيله دي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدا الوصفه بتاعتي بقى ما تنسوش اشتراك الجميل اللي هينورني في قناتي وتفعيل الجرس كده عشان يوصلك كل جديد انا بعمله، وتدوسي لايك على الوصفه الجميله دي. الجمال ده كله انت مش هتغيري الوصفه ديت، وهقولك ازاي. عندي علبه ونص من الزبادي عشان انا عامله كميه. لو انت عامله كميه كبيره حطي علبتين ربع كيلو. انا حاطه علبه ونص، وعليهم معلقتين كبار من الصلصه ومعلقه كاتشب، معلقه كبيره توم على بصل بودره، يعني معلقه صغيره بصل بودره ومعلقه صغيره توم بودره، بصلايه مبشوره، وفص توم مبشور، فص توم واحد بس يدينا بس طعم جميل. ماشي. فلفل اسود، ملح، معلقه صغيره من السبع بهارات او بهارات الفراخ، شويه زيت، وعصير نص ليمونه، وهحط معاكم مكعب مرق. التتبيله دي شيش طاووق، فراخ في الفرن، بصوا احلى تتبيله ممكن تعملوها، وجربيها وبعد كده احكمي. انا هنا ايه، قلبتها كويس قوي وجبت الدبابيس بتاعتي. انا هنا عامله دبابيس على اجنحه كده يعني. جبت الدبابيس بتاعتي وقعدت اشرح فيها بالسكينه من كل ناحيه عشان تشرب من التتبيله بتاعتي. لو هتبيتيها من بالليل هيكون احسن، انما انا سبتها حوالي ساعتين كده في التلاجة او 3 ساعات، بس اهم حاجه تسيبيها وقت. قطعت كل الفراخ اللي عندي من كل ناحيه علشان تشرب لي من التتبيله، وقعدت بقى ادعك فيها وادخل التتبيله في كل حته فيها. التتبيله دي صدقوني تحفه تحفه، طعمها رهيب. جربيها ومش هتندمي، واوعدك انك انت مش هتعملي غيرها اساسا. بعد ما قلبتها كويس كيستها بستريتش راب، وهشيلها في التلاجة بقى ايه تعيش مع نفسها. وقت السوا جبت شوية خضار كده، بصل على طماطم على فلفل، قطعتهم. وعايزة تقطعي بطاطس براحتك، مش عايزة تحطي حاجة خالص براحتك. وجبت كام معلقة كده من التتبيلة علشان اتبل الخضار بتاعنا بنفس طعم الفراخ. تمام. دول انا كنت شايلهم على جنب، وقلبتهم كويس. لو بطاطس هتبقى تحفه قوي. مش عايزه تقطعي حاجه خالص وعايزه تحطيها كده في صينيه في الفرن هتبقى جميله. وحطيت كمان رشه فلفل اسود عشان اتبل الخضار بتاعي ويكون طعمه حلو. الصوص ده بقى ايه، تعملي جنبه شويه رز ابيض، شويه مكرونه كده بيضه معاهم، او مكرونه محمره بشوربه بس. يمشي جنبه اي حاجه. انا بالمناسبه عملت معاهم شويه رز ابيض كان في منتهى الجمال. هنا بعد ما قلبتهم كويس ورصيت الخضار بتاعي، جيت بقى الدبابيس بتاعتي وقلت ايه ارصها من فوقيها. اهم حاجه ما تحطيش فوق بعضه، ترصيها كده رص عشان كلها تستوي وكلها تاخد اللون الجميل بتاعنا. بصوا بقى من الاخر، اللي يعمل الفراخ بالتتبيله دي زينا نقول له يا عمنا. جربيها وعلى ضمانتي، وهيبقى اللي هياكلها من ايدك هيقولك احلى فراخ انا اكلتها من ايدك. تمام. انا كده رصيت الفراخ بتاعتي وهدخلها الفرن يعني هوطي الفرن على الاخر عشان الفراخ بتاعتي تستوي. بعد ما الفراخ بتاعتي تستوي هروح مشغله الشوايه عشان تاخد اللون الجميل. لو ما عندكيش شوايه او الشوايه بتاعتك بايظه، ايه ممكن تعلي الفرن في اخر شويه. هنا بقى جبت بقيه التتبيله وحطيتهم فوقيها. التتبيله دي هتعمل لنا صوص جميل جدا على فكره. وبعد ما خلصتها رحت مغلفاها بورق فويل ورحت مدخلاها الفرن. ما عندكش ورق فويل ما مش مشكله، حطيها في الفرن كده مش هيجرى لها اي حاجه، كده كده الفراخ بتستوي على طول. شايفين الجمال؟ وطالعه مستويه وزي الفل ودايبه دوب والله. والطعم ولا اروع، مختلف عن كل التتبيلات التانية، يعني طعمها احلى، كأنك بتجددي في طعم الفراخ اللي انت بتعمليها.
بصوا بقى، الخلطة دي ما ينفعش للفراخ المشوية على الفحم، لان الزبادي هيتحرق منك وهي لسه ما هتكون ما استوتش. هنا قدمتها اهو مع رز ابيض، شايفين الشكل والجمال. الصوص الجميل ده ممكن تقدميه على الرز الابيض، هيكون طعمه تحفة. فزي ما قلتلك ما تعملهاش الوصفة دي على الفحم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش بلايك.